فيما يخص سيارة الأجرة اللي هو إشكال كبير، يعني ما يمكنش ننكروه. اليوم كاين إشكاليات كبيرة في مجال سيارة الأجرة، إشكالية بالنسبة للمواطن المتفق، وإشكالية بالنسبة لأصحاب السيارات الأجرة. لأن علاش؟ غدا حين غيكونوا طوبيسات المستوى وغيكونوا التطبيقات، لأن ما يمكنش ما نصيروش العصر. سيارة الأجرة ودا ما كانش عنده المكان ديالو بين هادو بجوج، راه ما عنده وين يخدم. اذا في صالحنا اليوم عندنا سيارات الاجره يتنظموا في واحد الاطار اللي هو مقنن وصالح بجميع المناطق المغرب. اليوم الدراسه اللي كنقوموا بها كتحتم علينا اننا نزوروا جميع المناطق، وهاد الاخوان اللي خدامين في هذه الدراسه الاستراتيجيه راه ما خلاو حتى شي منطقه في المغرب ما مشوش، لان الاشكال ديال سيارات الاجره كتختلف من منطقه لمنطقه. الدار البيضاء ماشي هي زاكوره، ماشي هي طاطا، ماشي هي وجده. خصنا نمشيو نشوفوا في كل منطقه الاشكاليات اللي مطروحه على سيارة الاجره. حنا نبدلوا القانون، خصنا نبدلوا المغرب كامل، ما غنبدلوش منطقه بمنطقه. لهذا الدراسه خصها تكون معمقه واللي تجيب لنا حلول حقيقيه اللي كتستجب لجوج الحوايج: الخدمه في المستوى وما تضيعش المهنيين بالنقل. وهذه ان شاء الله غنوصلوا لها وفي اقرب الاجل. وشكرا.